مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قرارات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين. قبل ما نبداو اعطيونا لايك للفيديو مع الاشتراك في القناة إذا كانت لكم أول زيارة للقناة ديالنا. قررت المجالس التأديبية اللي انعقدت أمس بمقر الأكاديمية الجهوية ديال التربية والتكوين بجهة درعا التفيلات فرض عقوبات تأديبية على 5 ديال الأساتذة اللي تم التوقيف ديالهم بسبب المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات اللي نظموها رجال ونساء التعليم، وذلك احتجاجا على صدور النظام الأساسي الجديد. 3 ديال الأساتذة من سلك الثانوي اللي تفرض عليهم عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة 15 يوم مع منعهم من استلام الأجرة باستثناء التعويضات العائلية. كينتميو هاد الأساتذة لمديرية زاكورة، الرشيدية، ميدالج، أستاذ واحد عن كل مديرية. بالإضافة إلى فرض عقوبة الإقصاء المؤقت ل 15 يوم على أستاذ واحد في التعليم الابتدائي بمديرية تنغير، وعقوبة الإقصاء لمدة 20 يوم على أستاذ آخر من نفس السلك بمديرية ورزازات. وعلاوة على ذلك، رفض ممثل الموظفين النقابيين التوقيع على الإدانة وطلبوا بحفظ الملف وعدم المتابعة. وفي تصريح للكاتب الجهوي للجامعة الوطنية ديال التعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تأكد الاستمرارية ديال النقابة في دعم براءة الأساتذة الموقوفين باعتبارهم ممارسين لحقوقهم الدستورية، مع التأكيد على السياق العام للإضرابات. وكيضيف كذلك الكاتب العام أن القرارات التأديبية اللي صدرت في حق الأساتذة الموقوفين كتعتبر عشوائية وانتقائية، مشيرا إلى ضرورة سحب جميع القرارات التعسفية اللي صدرت في حقهم.